اوكي هلو. دي المحاولة السادسة تقريبا ان انا احاول اسجل فيديو عشان ارفعه على يوتيوب. اعتقد ان الفيديو ده مش هيكون احسن من الستة اللي قبليه، هم كلهم ورا بعض، يعني بصور فيديو بعدين اوقف ابتدي من اول وجديد. يعني ما تتوقعش اي حاجة من الفيديو ده، ممكن تلاقيني في نص الفيديو بقف بعطل بفكر. آه ايا كان يعني. في الفيديوهات اللي فاتت كنت بتكلم في انا ليه بسجل اصلا الفيديو ده، والفيديو ده انا يعني عامله ليه. الفيديو ده مش عامله ليك انت كمشاهد لو انت اول مره تشوفني مثلا، او لو انت سبسكرايبر قديم عندي. الفيديو ده عامله ليا كشريف، في محاوله مني ان انا اخد خطوه لقدام تاني. عشان بقالي كتير قوي قاعد في الكومفورت زون بتاعتي، وقاعد في عقلي if that makes sense. لو انا قاعد بفكر في دماغي بقالي 6 شهور مثلا عاوز ان انا انزل محتوى، او ان انا انزل كونتنت. بس it's much more difficult than you can imagine. يعني لو انت ما جربتش تعمل حاجه زي كده قبل كده، هتحس الموضوع، يعني هتحس الموضوع صعب. وسامها حاطط على نفسي بريشر، اللي هو هي الناس هتشوف الفيديو ده ازاي، او هتستقبله ازاي، او هيعجبها او مش هيعجبها، او اللي هو مفيش فاليو اصلا في الكلام ده، انت طالع تعمل ايه. بس I need to do this for me. ليه بعمل كده؟ زي ما قلت من شويه ان انا بقالي فتره عاوز انزل كونتنت، ودايما بحاول ان انا اعمل حاجه مثلا مذهله، حاجه اللي هو ايه ده، مايند بلوينج. وهي حته بيرفكشنست فيا يعني، او من البرفكشنزم، اللي هو انا عاوز اعمل حاجه جامده، مع ان في الحقيقه مش محتاج اعمل اي حاجه. يعني I don't know. ساعات مثلا عقلك بيفضل يلعب عليك تريكس كده، ان يعني بيكاتاستروفايز حاجات معينه. في نهايه المطاف ده فيديو على الانترنت، او على يوتيوب، او على اي بلاتفورم، مش هيحدث فرق في العالم يعني، او مش هيحدث فرق بشكل سلبي. في الحقيقه ممكن يحدث فرق بشكل ايجابي. بس عقلك اللي هو بيقول لك لا ما تعملش الفيديو ده، او ما تعملش مش عارف ايه. حتى لو فكرت مثلا في فكره عبقريه، برضه عقلك هيقول لك، يعني بيفكر في الداون سايدز بس، او بيفكر في الورست كيس سيناريوز. ايه هو الورست كيس سيناريو لو انت رفعت فيديو زي كده؟ اصل هتبص كمان سنه مثلا تقول ايه الهبل اللي انا صورته ده، او مثلا هتغيب. هو الفيديو اللي فات برضو كان نفس فكره الفيديو ده، من 6 شهور صورت فيديو كنت بقول فيه برضو، ابتدي يعني الكونتكست بتاعه ان انا كنت بصور فيديو عشان برضو اتجاوز النقطه دي تاني. بس من ساعه ما صورت اخر فيديو ده لحد دلوقتي ما صورتش فيديوهات تانية بعدها. فهي باتل عقليه. آه، ومهما حاولت في الفترة اللي فاتت ان انا اعقلن الموضوع، او ان انا اجورنال، او ان انا اكلم ثيرابيست، او ان انا مش عارف ايه، في نهاية المطاف السوليوشن الوحيد او الفايبل، او فعلا الحاجة الوحيدة اللي انا عارف ان انا المفروض اعملها بس بتفاداها، هو ان انا اتيك اكشن. و taking action starts with ان انا اسجل فيديو زي كده، فيديو بدون اي حاجة، بدون فلترة. أه بدون اهتمام قوي بالناس هتشوف الفيديو ده ازاي او هتستقبله ازاي. أم، في نهاية المطاف أنا مش عاوز أعيش حياتي بالشكل ده. يعني مش عاوز أعيش حياتي بفكر هي الناس شايفاني إزاي. وكنت متخيل إن أنا تخطيت النقطة دي زمان. ممكن من سنة أو من سنتين مثلا النقطة دي ما كانتش، ما أخبيش عليك، مثلا كانت شغلاني شوية، بس ما كانتش شغلاني بالقدر ده، أو ما كانتش موقفاني عن الحاجة اللي أنا حاسس إن أنا فعلا عاوز أعملها. دلوقتي حاسس ان هو لا، it has gotten to a point، او ان انا وصلت لمرحله اللي هو لا انا مهتم بزياده، يعني I care way too much، way more than I should. أم، افتكر اول فيديو صورته خالص في حياتي، ورفعته على يوتيوب. كنت خلاص زهقت بقى من القصه دي، كنت عاوز ان انا انزل كونتنت. وقلت خلاص انا هنزل فيديو. كنت مصور فيديو في البلكونه لابس تيشيرت كات، آه وايه، وحرفيا هبل. هبل. الفيديو ده لحد دلوقتي انا مش عاوز اتفرج عليه، كنت منزله على تشانل تانية.
بس ده كانت بداية مش كويسة او بداية مش مثالية، اوكي، بس كانت بداية. والبداية دي تلاها ممكن تقريبا احسن سنة ونص او احسن سنتين في حياتي، عشان كنت فعلا بخرج من الكومفورت زون بتاعتي، واكتشفت ان انا اقدر اعمل حاجات كتيرة انا مكنتش متخيل ان انا اعرف اعملها. وحاسس غيرت في شخصيتي، وحاسس دلوقتي اللي هو ايه، انا بحاول آه، اعمل نفس الحاجة حرفيا، ومتيقن ان ممكن فيديو زي كده ممكن لا يكون بداية برضو حاجة تانية او حاجة انا مبسوط بيها في المستقبل. ف yeah that's the point. يعني البوينت behind الفيديو ده ان انا ارفعه وخلاص، حتى لو هو فيديو ملوش لازمة او فيديو عادي حد يعني مفيش مش حاسس ان هو فيه فاليو قوي، بس فيه فاليو بالنسبة لي. I guess sometimes you have to take a step في اي حاجه وكنت بقى يعني افتكر ان انا كنت بقول كلام زي كده في فيديوهات قديمه، بس كنت في منتال مايند ستيت مختلفه خالص. دلوقتي انا بحاول ان انا ارجع تاني لنفس المنتال ستيت دي بنفس الطريقه اللي انا يعني وصلت لل- للعقليه اللي فاتت دي. كان عن طريق ان انا كنت بعمل حاجات انا مش حابب اعملها قوي، او كنت بعمل مثلا فيديوهات وانا هو ماشي يعني مش مشكله ارفعه خلاص مش مهم، بس اعملها. اوكي، ده فيديو النهارده. اتمنى ما اغيبش بعديه برضو 6 شهور تانيين. لو يعني وصلت للاخر او بتسمعني لحد دقيقة 7، جرب تعمل الحاجة اللي انت مش عاوز تعملها، او الحاجة اللي انت خايف تعملها، او الحاجة اللي انت حاسس ان هي تقيلة على قلبك. أو في نهاية المطاف انا قعدت 7 دقايق على المكتب، او يعني ممكن ربع ساعة، عشان حاولت ان انا اسجل فيديوهات تانية غير دي. أه ولكن لما انا ادوس ستوب ريكوردنج دلوقتي وارفع الفيديو على اليوتيوب شانل بتاعتي، مش هحس باللي هو، هحس ان في حاجه من على كتفي انزاحت، وهحس ان في مثلا خوف اتكسر، وهحس ان انا خلاص يعني اوكي ها يعني the worst thing has already happened, now you can move on and now you can live life. فلو في حاجه زي كده في حياتك واقفه دلوقتي او عطلانه، وعارف ان انت محتاج تاخد خطوه ايا كان الخطوه دي ايه، حتى لو الخطوه دي مش كلير، او حتى لو الخطوه دي مش صح، طبعا action is better than inaction. بس خلص الفيديو هنا، واتمنى ان الفيديو ده يليه فيديوهات تانية، فيديوهات to provide value. اوكي. سلام.